تعرف إنه أشرف حكيمي هو اللاعب الوحيد اللي ما أخذ إجازة من 3 سنين؟ الظهير المغربي ما وقف لعب كرة من سنة 2022. لعب أول جزء من الموسم مع باريس سان جيرمان، وبعدها سافر على قطر بشهر 11 عشان يشارك في كأس العالم، وهناك لعب معاهم 7 مباريات لأنه المغرب وصل نصف النهائي. وبعدها رجع باريس وكمل الموسم ولعب معاهم 39 مباراة. بصيف 2023 كل اللاعبين راحوا على الإجازة إلا أشرف حكيمي، راح يلعب بكأس أفريقيا مع المغرب. وبعدها في موسم 23-24 راح على باريس سان جيرمان ولعب معاهم في الدوري المحلي 40 مباراة، وبالكؤوس ودور الأبطال كمان. ولما خلص الموسم كل اللاعبين برضو راحوا إجازة، لكن هو راح يلعب الأولمبيات مع المغرب وفازوا بالميدالية البرونزية. وبعدها يجي الموسم الأصعب، لعب 48 مباراة وفازوا بكل البطولات ومن ضمنها دوري الأبطال، بس مرة ثانية ما قدر ياخذ إجازة بسبب كأس العالم للأندية. والصيف الجاي في كأس العالم أكيد راح يلعب، فمتى راح يرتاح حكيمي؟